في الاجتماع التاني ليه لسنة 2023 قرر البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفايدة 200 نقطة أساس، يعني 2%، علشان يبقى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب. وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس علشان يبقى 18.75%، وده لمواجهة موجة التضخم. أما بالنسبة للشهادات اللي كان متوقع إصدارها كبديل لأصحاب شهادات 18%، لحد دلوقتي ما تمش الإعلان عن أي شهادات جديدة بداخل البنك الأهلي أو بنك مصر. وشهادات الاستثمار اللي كانت بقيمة 18% تم إصدارها السنة اللي فاتت، وجمعت حوالي 750 مليار جنيه، وتم استحقاق العائد بتاعها يوم 22 مارس، وتم طرح الشهادة دي لمدة 71 يوم. فهل يا ترى البنك الأهلي وبنك مصر هيصدروا أي شهادات جديدة بديل لأصحاب الشهادات دي؟